بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. أحييكم معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد. النهارده هنتكلم عن زراعة الموز. أول شيء الزراعة في أرض جيدة التهوية، الصرف خالية من الأملاح، تحليل المياه، تحليل الأراضي لا تزيد الملوحة عن 500 مللي موز، حرث الأرض حرث جيد، تسوية الأرض، عمق 1 متر، عمل مصاطب أو خنادق بعمق 1 متر لزراعة الموز. طبعا بنطفي الأرض قبل الزراعة بحوالي 10 أيام. بعد كده بننزل الخدمة اللي هي الأسمدة العضوية اللي 60 متر إسماد عضوي أو سماد بلدي خليط من الدواجن والماشية والفيرم كومبوست. طبعا بنضيف طين نجير حي، طين نجير زراعي، 200 كيلو سوبر محبب، 50 كيلو كبريت زراعي، خلط جيد مع بعض وننزله بالبدرات أو الجرارات. طبعا الارض بنتركه في الارض لمده 4 ايام. بعد كده بننزله في الارض ونغمر الارض لمده 4 ايام ونشمسه. بعد كده بنزرع الارض في 1/3 إلى 20/3 او لحتى 15/4. يفضل الزراعه في 1/3 إلى 12/3 لتلافي العاصفه الترابيه والرياح الشديده الموجوده في يوم 12/3. بعد الزراعة طبعا الزراعة بتتم على بين الجرة والأخرى من 1.5 ل 2 متر، وبين الخط والخط 2 متر يزرع شتلة واحدة. طبعا يمكن زراعة الفاصوليا على المصاطب أو زراعة البطيخ في جانب المصاطب، وممكن نربي الأسماك في أحواض المياه. الري المنتظم والتسميد المنتظم، لابد من التسميد والري في الساعة 7 صباحا. افضل شيء التسميد صباحا. بعد الزراعه ري الارض طبعا بالغمر او التنقيط يوم او 2 أو 3 بعد رابع يوم من الزراعه الى 7 يوم تعطيش لتشجيع الشتل على التجذير. طبعا لابد من اتباع الدوره الزراعيه في هذا النظام. يحتاج الفدان الى الموز الى من 8000 الى 10000 متر مكعب توزع على عدد الريات. تسميد الموز بعد 15 يوم من الزراعة. أول شيء بندي جرعة أعفان جذور، وبعد كده بعدها نصوم يومين، وبعد كده ندي أعفان جذور، وبعد كده ندي اللي هي كبريتات النحاس أو برمنجانات البوتاسيوم. بعد كده نصوم، بعد كده ندي جرعة النيماتودا، نصوم بعدها بيومين 2 لتر للفدان، وبعد كده ندي جرعة منشط نصوم بعدها بيومين تاني، وبعدها بندي نترات كالسيوم زائد برون زائد نيتريك، وبعد كده نصوم. وبعد التسميد وبعد حوالي شهر من الزراعة نبدأ تسميد بمعدل جرام لكل نبات. بنبدأ بالتسعتاشرات أو العشرينات الأسمدة المركبة أو اللوريا، بالإضافة مع طبعا الفوسفوريك البسيط. طبعا لازم نعزل الأرض عزق جيد. تربية الموز اللي هو انتخابه طبعا في شهر 6 و7. بنختار كل عود شتلة من الأم، بنعمل له 3 عيدان أو 4 عيدان يكونوا للسنة الجاية اللي هم يكونوا خلف. طبعا اختيار طبعا العود الأفضل والأقوى. بعد كده العيدان اللي بنشيلها بنطهرها بالجير أو الجاز الأبيض أو حمض الكبريتيك. جعل الشتلة معرضة للشمس، طبعا تهوية الأرض، التطهير بعفن الجذور بعدها. طبعا فترة التزهير بتتم اللي هي نزول السباطة أو الكوس في شهر 7 و8 و9. العزيق الجيد للأرض لتفكيك الأرض وتهويتها وتعرضها للشمس. عملية الجلجسة للموز إزالة الجذور المتعفنة من الأرض. التوريق إزالة الأوراق الجافة. نظافة المزرعة إزالة الشتلات المصابة بالفيروسة اللي هي التورد التبرقش المندي، وحرقها بعيد عن الأرض. الأعفان طبعا لا علاج. الأعفان زي عفن الجذور وعفن الساق وعفن السيجارة طرف السيجارة وعفن الانسانكروز والتفاف الأوراق دي، كل ده عفن. وقصر السلمات دي أعفان بنديها طبعا حاجات كبريتات نحاس برمنجانات بوتاسيوم كلور نحاس. الأمراض الفيروسية ليس لها علاج. طبعا بنشيلها طبعا ونحرقها. طبعا علاج الفطر رش منكوزيب او ميتالوكسيد او ماده الكبريت. في حاجه تانية برضو ازاله الكوز الزهري، تلك الكوز الزهري بعد تنزيل السباطه.
طبعا ازاله الكوز الكوز الزهري كامل بعد نزول السباطه مباشره، وبعدها التكييس بالاكياس الزرقاء في شهر 11 للتدفئه، جمع المحصول واكتماله عند النضج. طبعا السنه الاولى بتجيب تلت السنه الثانيه بتجيب 3 اضعاف السنه الاولى من الانتاج، من حوالي من 15 ل 20 طن. الامراض الفطريه لا علاج زي الميتالاكسايل او المنجزيب. الامراض الفيروسيه ليس لها علاج، الرش بملاسون او الدمسونيت او كلوروفوس او اللمبان. لابد من التسميد بالحديد والزنك والمنجنيز. وعلاج النيماتوده اهم شيء علاج النيماتوده. طبعا التسميد طبعا بيتم بنترات الكالسيوم والبرون وال19 والعشرات واليورا والنترات و6-6-43 بمعدل جرام لكل شتله، ينتهي ب10 جرام لكل شتله على الفدان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.